كلنا فينا الخير والشر، بس الشر عند الدشاش كان هو اللي منتصر. كان بيعمل اي حاجه حرام ممكن تتخيلها لحد ما بيحصل نقطه تحول بتقلب الفيلم كله. بيحصل له مرض وبيضطر ان هو يتوب. فهل التوبه دي هي اللي هتغير الدشاش ولا في حاجات تانية احنا ما نعرفهاش؟ تعالوا يلا نخش على تحليل الفيلم. بيبدا فيلم الدشاش بمحمد سعد وهو نايم في الجامع وبيصحى من النوم مفزوع على حلم، وبنعرف ان هو شغال فراش في جامع في احد المناطق الشعبيه. وهو بينظف الجامع بيفتكر حاجات من الماضي بتاعه لانه كان زمان تاجر ممنوعات وصاحب كباريه. والصراحه الكادرات والتصوير في الجامع كانت مميزه جدا، لان المخرج سامح عبد العزيز هو اشهر مخرج بيعرف يصور في الاماكن الشعبيه، وهو اللي اخرج فيلم كباريه والفرح، يعني مش محتاج اتكلم كتير عنه. المهم بعد ما الدشاش بيخلص تنظيف، شيخ الجامع بيناديه عشان يديله اكل، وبيكون رشوان توفيق. الراجل ده الصراحه بيخطف الكاميرا من محمد سعد نفسه، وكل ما الكاميرا بتيجي عليه بحس بكميه قبول وحنيه مش طبيعيه. ربنا يديله الصحه يا رب، ممثل قدير، والصراحه انا بحب تمثيله جدا. المهم بيجي فلاش باك كده بيعرفنا طفوله الدشاش كانت عامله ازاي، وهو ان جده كان بيعلمه من صغره السرقه. تعرف ليه سموه الدشاش؟ عشان كان بيدش ازاز العربيات ويسرقها. ركز معايا بقى، مين هو الدشاش وايه الماضي بتاعه اصلا قبل ما يتوب؟ ده اللي هنعرفه. بيبدا المشهد بدخول الدشاش الكباريه بتاعه، وبيكون في ضيف تقيل مستنيه وبيكون عايز منه خدمه، وهي ان في بضاعه نزلت السوق من وراه وعايز يعرف مصدرها ايه، والدشاش بيوافق. وبعد كده الدشاش بيطلع على مكتبه وبيكون مستني المحاميه بتاعته، ودي اللي بتخلص له الاوراق اللي هو عايزها بس بطريقه شمال. وبنعرف كمان ان هو بيكون على علاقه بالرئاسه بتاعه الكباريه، وبيكون في معرفه قديمه بينهم. ولما الدشاش بيروح البيت، المخرج بيخش كلوز كده على النمره العربيه اللي مكتوب عليها اسد. الصراحه يعني هي رمزيه اوفر بطريقه مباشره. المهم لما بيدخل الفيلا بيتخانق مع الناس اللي بيحرسوا مدفن ابوه. انا مش عارف الصراحه ايه اللي جايبهم هنا، يعني ما هم قعدهم هنا في الفيلا ليه؟ بس تقريبا المشهد ده كله معمول عشان ظهور شخصيه زينب، واللي الصراحه يعني دورها كان كرنجي ومش مفهوم، مش بيضحك، يعني تحسه لازق كده. بس هنتكلم على الادوار النسائيه قدام. المهم لما بيدخل الفيلا بتظهر اخته، بتديله محفظه عليها صورتها وصورته عشان نعرف ان هي بتحبه قوي يعني وكده، وبتقول له انه في معيد في الجامعه عايز يتقدم لها، وبتديله عصير برتقال. البرتقال هنا بيرمز للموت او الحياه المزيفه اللي فيها كذب وخداع. تفتكر هيحصل حاجه وحشه مع الدشاش؟ هنشوف. بعد ما بياخد عصير البرتقال بيطلع لمراته، هتلاقي لها انعكاسات كتير في المرايه، يمكن عشان هي بوشين. وبنعرف ان العلاقه بين الدشاش ومراته متوتره، وهي بتكون عايزه تتطلق وكرهاه، بس هو بيكون بقى عليها. بس استنى كده بقى، خلينا بقى نروح للاداء التمثيلي بتاع الادوار النسائيه في الفيلم. يعني مثلا نسرين طفش، اقسم بالله ما وصلت لي اي مشاعر للشخصيه اللي بتلعبها، لا من قريب ولا من بعيد. يعني المشهد اللي لسه معدي ده مش المفروض ان هي كارهه محمد سعد وعايزه تتطلق منه، بس انا حسيت ان هي يعني بتحزق عشان تعيط وخلاص. وبعدين يعني ايه الرموش دي؟ مين اللي يعني ايه الرموش الاوفر دي؟ مين اللي عامل لك المكياج ده اصلا؟ انا طول الوقت حاسس انها بتقرا اللي هي حافظاه. اه والله يعني بتقرا اللي هي حافظاه كده وخلاص، بتسمع اللي حافظاه من السكريبت. ونسرين امين ممثله برضه كبيره وموهوبه، بس دورها كان عادي، كان ممكن اي حد يعمل دورها. ونيجي بقى للحاجه البوم في الفيلم، اكبر دور نسائي كان ملوش لازمه في الفيلم، يعني زينه بقى. انا عايز افهم هي شخصيتها ايه ظروفها، يا زهره في الفيلم بتعمل ايه؟ كان الشخصيه لازقه قوي يا جماعه وملهاش لازمه. والله يمكن مريم الجندي اللي دورها كان مقبول شويه في الادوار النسائيه. الصراحه محمد سعد هو اللي شايل الاداء التمثيلي بتاع الفيلم كله على كتافه، مقدم الشخصيه ببراعه، وعلى الرغم من ان الشخصيه جاده بس كان فيها حته كوميديا كده كانت جامده قوي الصراحه. المهم خلينا نرجع لمرجوعنا. الدشاش وهو رايح الكباريه، حد من رجالته بيبعت له رساله بيقول له ان فهد وصل الكباريه، اللي هو مين بقى؟ باسم سمره، واللي هو برضه بيكون الشرير بتاع الفيلم. وهو والدشاش اصلا كانوا صحاب زمان بس دلوقتي بقوا ضد بعض. ولما الدشاش بيوصل وبيقعد مع فهد بيعرف انه عايز يشتغلوا مع بعض تاني زي زمان عشان مش عارف يبيع بضاعته في السوق، والدشاش بيرفض وبيعلم عليه ويدفعه 100,000 جنيه حق مشاريب هو ما شربهاش، وكمان بياخد عربيته وبيخليه يروح ماشي وقفاه بيأمر عيش. وبعد كده الدشاش بيقابل العريس اللي متقدم لاخته، اللي هو المعيد اللي في الجامعه ده، بس الدشاش بيبقى جامع عنه معلومات وبيعرف ان هو متصابي وبتاع ستات، وبيطرده من الفيلا. وبعدها الدشاش بيقع من طوله وبينقلوه على المستشفى عشان تبدا مرحله التوبه في الفيلم. الدشاش بعد ما بيفوق من الغيبوبه اللي كان فيها بيقعد مع الدكتور عشان يعرفه حالته، فالدكتور بيصدمه وبيقول له ان سبب فقدان الوعي هو وجود ورم في المخ. المشهد ده واحد من اهم واجمد مشاهد الفيلم. شوف هنا محمد سعد رياكشناته وتعبيرات وشه عامله ازاي من اول ما الدكتور صدمه وقال له انه عنده ورم، يعني تعبيرات يعني باين عليها التوتر والخوف، وبعد كده بتتحول للرفض. والدكتور بيصدمه اكتر وبيقول له ان حتى التدخل الجراحي بقى صعب عشان حالته متاخره، وبيقول له ان حياته ما عادش فيها كتير. وبرضه محمد سعد تعبيراته بتتحول لغضب شديد. المشهد ده يا محمد سعد يوصل لك كميه مشاعر في ثواني حرفيا. المهم الدكتور بيكتب له فرقه الباقي من عمره قد ايه عشان يبقى يعرف، وبعدها هتلاقي تعبيرات الحسره والندم والتقبل على وش محمد سعد، وكله ده في مشهد واحد. لما بيخرج من عند الدكتور وبص لي هنا بقى على مشيته عامله ازاي، تحس مشيه واحد خلاص الدنيا كسرته بعد ما كان جبروت ومش فارقه معاه وكان بيملك الدنيا كلها، مشيه واحد مكسور الدنيا قطمه وسط حرفيا. المخرج هنا كان ملبسه ابيض عشان يوريك ان هو خلاص بقى مستسلم. اللبس الابيض بيدل على الاستسلام والنقاء والبدايه الجديده. حتى الاضاءه هنا كان ليها دور، هتلاقي خارج من الضلمه للنور، خارج من الطريق الظلام اللي هو كان ماشي فيه لطريق التوبه. لما بيروح عند الجامع بيقعد وبيتكلم مع ربنا، وعمل في المشهد ده برضه اداء عبقري لتاني مره. بس عايز اقف هنا واعلق على حاجه، شخصيه الدشاش طول
الفيلم غرقانه في الشغل الحرام وما كانش همه اي حاجه. فانت كمخرج او مؤلف كان لازم وانت بتبني شخصيه الدشاش تقول لي مثلا انه مش مرتاح في الحرام او انه نفسه يتوب بس مأجل التوبه. كل ده كان هيبقى بناء قوي لمشهد التوبه. وفي برضه حل تاني، انت باني شخصيه الدشاش على انها شخصيه ذكيه جدا، مش سهل انها تقتنع بحاجه كده بسهوله، فكنت خليه مثلا ما يصدقش كلام الدكتور ويروح لدكاتره كتير لحد ما يقتنع بعدها ويتوب. كان هتبقى منطقيه هنا قوي. المهم بعد ما الدشاش تاب بيقرر يقضي الشويه اللي فاضلين من عمره في الجامع ويشتغل فراش فيه. وفي يوم من الايام وهو قاعد بره الجامع كده، المحاميه بتاعته واللي هي مديره اعماله في نفس الوقت بتكون عايزه تتكلم معاه عن الايميلات وعن الشغل اللي واقف، بس هو بيكون منفض وبيكون مش فارقه معاه اي حاجه، وبتحاول تقول له يرجع عشان اخته ومراته والناس اللي محتاجينه، فبيمشيها وبيروح يتكلم مع شيخ الجامع. شيخ الجامع بيقول له انه لازم تطمن على اهلك وهم يطمنوا عليك، ولو حد له حاجه عندك رجعها له. وبعد كده بيقرر يفتح الورقه اللي الدكتور اداها له، وبنعرف ان الباقي من عمره من 3 ل 4 شهور. بيقرر يرجع تاني عشان يصفي حساباته ويتخلص من حياته القديمه. طب عمل ايه عشان يتخلص من حياته القديمه؟ اول حاجه باع الكباريه للرقاصه اللي كانت شغاله فيه، واللي كانوا شغالين معاه في الكباريه اداهم مبلغ كبير عشان يبتدوا بحياته. وبيرجع على فيلته وبيتنازل لاخته عن الشركه اللي هي كانت حقها في ميراث والدتها، وبيتنازل لمراته عن الفيلا وبيسيب لها مبلغ كبير جدا في البنك، وقبل ما بيمشي بيطلقها. الدشاش عمل كل ده عشان كان فاكر ان هو هيموت. تفتكر في حاجه هتتغير؟ هنشوف. وبعد 3 شهور بنشوف الدشاش في الجامع وبقى في كده زي اطعام هناك كده وهو بيوزع على الناس الاكل، وحتى لما بيلاقي القطط جعانه بياكلهم، كدليل يعني على ان هو بقى طيب وشخص نقي. المهم في واحد كده معدي بصينيه عليها كركديه، فبياخد كوبايه وبيشربها، والشيخ فاروق بيقول له انت بتشرب ازاي كركديه على معده فاضيه؟ وبعدها بيفقد الوعي ويروح على المستشفى، والدكتور بيقول له انك ما عندكش اي ورم في المخ. ومن تاني يركز لي على وش محمد سعد وهو بين الفرحه والاستغراب والاندهاش والامل اللي رجع له تاني. المهم الدكتور بيأكد له اكتر من مره انه ما عندوش اي ورم في المخ، وان الهبوط اللي جاله بسبب انه شرب الكركديه على معده فاضيه. وبعدها بيروح للدكتور اللي كان مشخصه غلط وبيزعق معاه، وهتلاقي الدشاش محتاس عشان وزع كل فلوسه ومش هيعرف يعيش بعد كده. بيقرر يرجع على فيلته عشان يشوف اهله، عشان يتصدم ان مراته اتجوزت فهد عدو وطردته من الفيلا. فبيروح لشركه اخته عشان يلاقي ان اخته كمان باعته واتجوزت النصاب اللي كان متقدم لها، وكمان كتبت له الشركه باسمه. فبيروح للكباريه بتاعه بيلاقي ان ولع الرقاصه رجعت الكباريه زي ما هو اصلا كان قايل لها انها تستثمر الكباريه ده في الخير، بس بيلاقيها رجعت الكباريه زي ما هو وبتطرده هو كمان. انا مش عارف يا اسطى ايه كميه الطرد اللي انت عمال تطردها دي، ده انت لو راموس مش هتاخد كميه الطرد دي. بس الصراحه دي الوحيده اللي ما اتفاجئتش باللي عملته. يعني بالعقل كده انت كده بالكباريه باسمها وبتقول لها استثمري في الخير، ودي رقاصه مستني منها ايه يعني؟ المهم في الاخر بيروح يقعد في مدفن العيله مع الناس اللي بتراعي المدفن، بيقرر ينتقم من الكل. وبعد كده ما عادش فاضل غير رجالته اللي كانوا شغالين معاه في الكباريه. هو اصلا عارف ان هم شغالين مع فهد، فبيروح لهم وبرضه بيتنكوا عليه، ولانه عارف انهم عيال غشيمه وعاملين نفسهم معلمين وهم صبيان، فبيوافق ان يعمل معاهم اتفاق. والاتفاق ده بيبقى عباره عن ايه؟ ان في بضاعه مش عارفين يصرفوها عشان البوليس عارف طريقها، فالدشاش بيوافق انه يسلك البضاعه دي مقابل انه ياخد نسبه. وفعلا بيسلك البضاعه، بس الدشاش بيوديها الراجل الكبير في السوق، لان اصلا المفروض ان فهد بيشتغل لحساب الراجل الكبير اللي في السوق ده، بس هو فهد خد البضاعه وشغلها لحسابه. وكده الدشاش كسب فلوس من الراس التقيله اللي في السوق، في نفس الوقت وقع فهد مع الراجل التقيل اللي في السوق. فهد لما بيعرف ان الدشاش عمل فيه كده بيبعت رجاله عشان يخلصوا عليه، بس الدشاش بيكون عارف اللي فيها وبيعلم عليهم هم كمان، وبياخد العيال دي عشان يدفنها وهم صاحيين، بس بيعترفوا له على سر عشان يفدوا بحياتهم، وهو ان الناس القريبه منه هم اللي كانوا بيوهموا انه تعبان، وكانوا بيحطوا له تركيبه كده بتخليه يدوخ. وبعد ما عرف بيطلع على الكباريه ومعاه رجاله وبيدشملوا الكباريه حرفيا. بس استنى ستوب. ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده؟ هو اي ضرب وخلاص؟ والبار عمل لك ايه؟ اذاك في ايه يعني؟ مش اي اكشن كده حبيبي وخلاص. المهم بيطلع للرقاصه وبيمضيها تنازل عن الكباريه وبتحكي له عن كل حاجه، وبنفهم ان الدكتور ده اصلا شمال والدشاش كان مورطه في ديون، فالدكتور بيتفق مع فهد وكل القريبين من الدشاش ان هم يتامروا عليه عشان يرجع فلوسه، والدكتور هو اللي وزع عليهم التركيبه دي عشان الدشاش يتوهم انه تعبان، والمحاميه بتاعته كمان بتعمل له شهاده وفاه عشان يعرفوا يتصرفوا في فلوسه. المهم فهد واهل الدشاش كلهم بيتفقوا مع بعض انهم بيخلصوا عليه، وبنشوف بعدها ان الدشاش راح للدكتور وخد حقه منه عن طريق انه مضاه عن تنازل عن كل ما يملك، وبيروح للمحاميه بتاعته وبيهددها عشان تشتغل معاه تاني وتساعد انه يرجع حقه من جوز اخته من فهد. فعلا بتساعده وبرجع الشركه بتاعته من جوز اخته، وبعدها بيروح للفيلا بتاعت فهد بياخد مستندات مهمه لاخر عمليه تهريب له وبيسلمها لكبير السوق، وبعدها بيتصالح مع اخته وبيرجع لها الشركه بتاعتها. وبعدها بيروح لفهد بقى الفيلا وبيكون بلغ عنه البوليس عشان هو ادى مستندات عمليه التهريب بتاعته للحكومه، وبرضه قبل ما الحكومه تقبض عليه بيكون مضاه عن تنازل عن الفيلا
بصفقه من صفقاته، وكل ده برضه بمساعده المحاميه. والدشاش اصلا اسمه الحقيقي بدير، وكان جده اللي عامل له شهاده ميلاد باسم الدشاش، فكده بقوا شخصين. فالدشاش بينتحل شخصيه بدير دي على انها اخو الدشاش، بياخد فلوس التامين اللي هم 250 مليون دولار، لان الدشاش كان مأمن على حياته. وبعدها بيروح لشيخ الجامع وبيشكره. واخر لقطه في الفيلم بنشوف محمد سعد بشوت ضيق وبيكسر الجدار الرابع وبيبص لينا وعليه كده تنط احمر. تفتكر هيرجع للحرام تاني، ولا كده بيقول لك ان شخصيه محمد سعد الجديده اللي هي بدير هترجع تاني للحرام؟ وخصوصا ان احنا معرفناش مصير الكباريه بتاعه هيبقى ايه. قولي في الكومنتات، تفتكر بدير او الدشاش هيرجع للحرام تاني؟ بس كده انا خلصت تحليل الفيلم. لو في اي حاجه مختلف معايا فيها تعالى نناقشها تحت في الكومنتات، واكتب لي عن الافلام التانية اللي ممكن نحللها في القناه هنا. وبس كده، سلام.